النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، الا وهو الادويه اللي بتزود الوزن. ساعات كتيره الشخص يلاقي نفسه وزنه بيزيد بشكل هو مش مدركه او مش فاهم هو بيزيد ليه. هنا غالبا بيكون السبب احد الادويه اللي هو بياخدها ومش مدرك تاثيرها على الوزن. اكتر ادويه بتعمل ده هي ادويه منع الحمل. الناس اللي بتاخد راس منع حمل، كبسولات منع حمل اللي بتتحط تحت الجلد، دي كلها هرمونات استروجين وبروجستيرون بتسبب ان الخلايا الدهنيه تتكاثر وتحبس الدهون وارتفاع كبير جدا في الوزن. زيها برضو مثبتات الحمل، الناس اللي بتاخد بروجستيرون حتى لو كان على شكل البوس او على شكل حقن هي دايما بتزود الوزن. فتلاقي الست عيني داخله الحمل طالعه منه زايده اكتر من 50 كيلو، تقول انا كان وزني كويس لحد ما حملت في ابن فلان ومن ساعتها وزني زاد بلا وجع. بتكون غالبا اخذت مثبتات حمل. مثبتات الحمل طبعا في مصر بتتاخد بشكل اكتر من اللازم، لان للاسف دكاتره النساء مش في دماغهم قوي موضوع الوزن ولا تاثير الوزن على حياه الانسان بعد كده. لكن حضرتك كشخص حريص على نفسه وحريص على اكل الصحي وحريص على حياه صحيه، المفروض ان انت بتراجع ادويتك، ترجعي للدكتور تناقشيه لو كتب لك احد الادويه الهرمونيه. حاجات زي الكورتيزون، حاجات زي مضادات الذهان ومضادات الاكتئاب، كل الادويه دي بتسبب زياده قويه وسريعه في الوزن. نرجع للدكاتره ونحاول دايما نستبدلها ببدائل تانية ما تكونش بتاثر على الوزن.